طبعا بعد ارتفاع أسعار الحلويات قررت إن احنا نعملها في البيت. أحلى تحلية بمكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل بيت، وطعمها إيه؟ حكاية. وممكن تتعمل سادة وممكن تتعمل بحشو، أي حشو عندنا، سوداني، بندق. أنا هنا استعملت بندق واستعملت شوية لوز. ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. يا سلام عليها بقى مع واحد قهوة، سلام. نبدأ نحمص البندق. هنجيب طاسة ونبدأ ننزل بالبندق. لو انتوا عندكم البندق محمص خلاص يبقى هتستخدموه على طول، انما هنا انا بدأت احمص البندق وهبدأ اقلبه بالشكل ده كل دقيقة. اول ما نلاقي ان القشر كده بدأ ان هو يتقشر لوحده هيبقى بس كفاية كده. نسيبه في مكان جيد التهوية. هنجيب معلقتين كبار سكر وهنزل عليهم بشوية لبن، وبعد كده هنزل عليهم بعلبة لبن جوز هند، ولو مفيش ممكن ننزل بشوية لبن عليهم جوز هند مبشور ناعم خالص، وهننزل عليهم بمعلقتين لبن بودر. هنقلب كله لحد ما كل حاجة تدوب. ممكن نستبدل الخطوة دي كلها بعلبة لبن مكثف. هنفضل نقلب علشان ما يحصلش فوران للبن. ريحته بدأت تطلع وريحته بقت جميلة. ريحة جوز الهند بدأت تزيد وقوام اللبن بدأ يتقل معاه. بدأ يبان القوام بتاع اللبن ان هو تقيل من الطاسة. هننزل بالخليط. بعد كده هبدأ انزل بجوز هند مبشور وسط، يعني مش ناعم خالص ومش خشن خالص، وابدأ اقلب. انا عايزها تكون زي العجينة بس تقيلة شوية. هبدأ ازود جوز الهند شوية بشوية لحد ما اوصل لقوام ان هو يكون متماسك واقدر ان انا اشكله بايدي من غير ما يفك. هنبدأ نجيب بقى البندق اللي احنا حمصناه، ناخد بقى شوية كده نبدأ نكبسها كويس، وبعد كده هنكورها نعملها كورة متوسطة الحجم. وبس كده، حاجة في منتهى اللذاذة. نخلص بقية الكمية بقى. لو في أطفال ممكن يساعدوكوا في الخطوة دي، هيفرحوا بيها جدا. عندي شوية لوز قشرته وحمصته، هبدأ أفرمهم بالسكينة كده، وبعد كده هنزل وأقلب كله مع بعضه. هجيب قالب سيليكون وهبدأ أنزل فيه وأكبسها كويس. طبعا قوالب السيليكون أي شكل موجود عندكم، ولو مفيش ممكن تتعمل زي البار كده زي الباونتي. وبكده خلصنا كل الكمية اللي عندنا. هنحطها في الديب فريزر لحد ما تجمد ساعتين 3 كده، وبعد ما تجمد ممكن نغطيها بأي نوع شوكولاتة، شوكولاتة بيضة أو شوكولاتة بني، أي نوع عندكم، أو ممكن تسيبوها كده لو حابين. للأسف حصل عندي مشكلة في الفيديو بتاع تغطية الشوكولاتة، وده الشكل النهائي. وده الشكل النهائي، شكلها في منتهى الجمال. حاجة بكل سهولة بتتعمل في البيت وما تكلفتش كتير خالص، وتقدروا تعملوها في أي وقت. وده شكلها من جوه، حاجة في منتهى الجمال، والبندق طعمه حكاية. يلا بينا ندوق. حلوة قوي. أنصحكم تجربوها وما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد.